بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي على اليوتيوب. يعني خلاص كأس السوبر وازمته انتهت. بيراميدز هو اللي هيكون الطرف الثاني في كأس السوبر المصري في مواجهة النادي الاهلي ان شاء الله يوم الجمعة القادمة الساعة 7:30 باستاد ملعب محمد بن زايد. وكانت مجلس ابو ظبي الرياضي كده اعلن ان خلاص جمهور النادي الزمالك اللي حجز تذكره بامكانه بقى استرجاع التذاكر حتى يوم الخميس القادم الساعه 11 مساء. ودي خطوه مهمه جدا وخطوه محترمه جدا واحترافيه كبيره جدا من مجلس ابو ظبي الرياضي. المباراه هتكون صعبه جدا على لعيبه النادي الاهلي، مباراه صعبه على لعيبه النادي الاهلي ومستر كولر، عشان من وجهه نظري حاجتين مهمين جدا. الحاجه الاولانيه ان النادي الاهلي ومستر كولر ولاعيبه النادي الاهلي كل تركيزهم في مباراه الترجي القادمه في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. لعيبه النادي الاهلي وبسبب الازمات المتلاحقه وبسبب ازمه كهرباء وازمه اللاعبين وازمات مع الاتحاد المصري لكره القدم، وحتى التركيز في من هو المنافس للحظات الاخيره، كل ده يعني هناك تشتيت كده للاعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي مش هتبقى بكامل تركيزها، ده شيء اساسي وشيء بديهي. هيكون طبعا في صالح نادي بيراميدز. نادي بيراميدز اللي خالي الوفاق لمده 5 سنوات منذ انشائه، مصاريف كتيره جدا ومصاريف كبيره جدا واستخدام لاعبين بمبالغ كبيره جدا، لكن لسه لم يجني نادي بيراميدز ثمار كل هذه الامور. نادي بيراميدز ايضا خروجه من الكونفدراليه الافريقيه كان شيء محبط جدا للاعبين، وجاءت البطولة السريعة واللي من مباراة واحدة حتى يحقق نادي بيراميدز أول لقب في تاريخه. يبقى نادي بيراميدز هيكون عنده حوافز ودوافع أعلى من وجهة نظري من النادي الأهلي. النادي بيراميدز عايز يحقق بطولة، ضغوط كتير جدا على لعيبة نادي بيراميدز وعلى اللاعبين والأجهزة الفنية، لأن كلنا شايفين ملاك نادي بيراميدز في كلام كتير جدا إن هيبقى فيه بنهاية العام ونهاية الموسم كده يعني سحب استثمارات وتراجع عن خطط استثمارية للنادي في مصر، وهينظروا في أمر النادي مع نهاية الموسم. كل ده يعني بيخلق كده نوع من محاولة لعيبة نادي بيراميدز والأجهزة الفنية ونادي بيراميدز إن هو يبدأ فعليا يحقق أول بطولة، ومن وجهة نظري هي بطولة سهلة، بطولة من مباراة واحدة. نادي بيراميدز على جاهزية فنية على مستوى عالي. يمكن من وجهة نظر نادي بيراميدز يعني جاهز فنيا عن نادي الزمالك، بيملك مجموعة كويسة جدا من اللاعبين ومجموعة محترمة من اللاعبين في جميع الخطوط، لاعيبة محترمة من حراسة المرمى، خطوط الدفاع، خطوط نص الملعب، وحتى المهاجمين. دي لاعيبة النادي الأهلي لازم تكون على تركيز عالي. أيضا مستر كولر أكيد بينظر لمباراة الترجي، هيبقى في إراحة أكيد لبعض اللاعبين، وهيبقى في طبعا تحذيرات للاعبين في التدخلات والكلام ده كله عشان يتجنب النادي الاهلي الاصابات قبل مباراه الترجي الحاسمه. مباراة الترجي هي مباراة قبل النهائي، مباراة نصف النهائي دوري ابطال افريقيا. خلاص الاتحاد الافريقي حدد مباراة الذهاب ومباراة العودة. مباراة الذهاب هتكون يوم 12/5 القادم يوم الجمعة الساعة 10 مساء بملعب رادس. هل المباراة بقى هتبقى بجمهور او بدون جمهور؟ لسه هنشوف. الاتحاد الافريقي يعني لسه هيبقى في اجتماع كده للاتحاد الافريقي، وهنشوف. بنسبة كبيرة جدا المباراة ستقام بدون جمهور، بنسبة كبيرة جدا المباراة هتقام بدون جمهور، لان دي مش اول وقعة للشغب بتحصل كده في من جمهور نادي الترجي التونسي. مباراة العودة هتكون يوم 19/5 الساعة 10 مساء في استاد القاهرة الدولي. لسه الأمن والجهات الأمنية ما أعلنتش الموافقة الرسمية على الساعة الكاملة للاستاد والكلام ده كله، لكن النادي الأهلي طلب ساعة كاملة للاستاد، وهيكون شيء كبير جدا لو الأمن طبعا والجهات الأمنية وافقت على الساعة الكاملة لاستاد القاهرة. بنشوف دايما دعم الجماهير بيبقى سبب أساسي في فوز النادي الأهلي بمعظم البطولات. دعم جماهير النادي الاهلي بيكون شيء مهم جدا للاعبين. شفنا في مباراه الهلال السوداني، شفنا في مباراه الرجاء المغربي، وشكل ومنظر استاد القاهره اللي كان حاجه رائعه وشيء كبير جدا للاعيبه النادي الاهلي، وبالتالي انعكس ده على روح ولاعيبه النادي الاهلي في الملعب. وشفنا نتائج النادي الاهلي في المباريات اللي بتقام بجمهور. طبعا مباراة الذهاب هتكون وهتدار تحكيميا عن طريق الحكم الكيني بيتر واويرو، ومباراة العودة هنا في القاهرة هتكون بقيادة حكم موريتاني اسمه دحان بيتا. ده كان نهاية الفيديو بتاعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.